هلا شباب. اليوم جايب لكم هاي السلطة الكلش طيبة، سلطة الوردة العملاقة. أول شي نسلق شوندر لمدة نص ساعة أو إلى أن يصير طري. أجيب 2 كوب برغل ناعم كلش، وأضيف 2 كوب من المي اللي سلقت بيه الشوندر وهو حار، وأغطيه وأبدي أثرم الخضرة. أنا جبت نص كيلو أو 3 حبات من الشوندر المسلوق، وأبدي أقطعه مكعبات كلش ناعمة. وتشكيلة الخضرة هي شبنت ومعدنوس وبصل أخضر ونعناع، تقريبا 1 كوب بصل أخضر ومعدنوس ونص كوب شبنت ونعناع. وبعد ما كملت ثرم أضيف الخضار، تقريبا 3 كوب شوندر، 1 كوب معدنوس وبصل أخضر ونص كوب شبنت ونعناع. والتتبيلة أنا ضفت 2 ليمون، بس إذا أنت تحب الحامض زيادة تقدر تخلي 3 ليمون. أعصر العصير وأخلي نص كوب من زيت الزيتون الإكسترا فيرجن، 2 خاشوقة أكل دبس رمان، 1 خاشوقة كوب سمان، 1 خاشوقة كوب ريحان، وملح حسب الرغبة. أخلطها وأضيفها للسلطة مالتي، وأخلط مكونات السلطة كلها. أتمنى إذا حبيتوا الفيديو تسوون لايك وتشتركون بالقناة، لأن هذا كلش يدعم القناة، وأني أشكركم جدا على المشاهدة. سلطة كلش طيبة وكلش منعشة، الرمان نعطيها نكهة كلش مميزة، وطبعا بها بروتين جاي من البرغل. وأنا قدمت السلطة بأوراق الخس اللي ينطيها شكل وجمالية كلش حلوة. وبعدين على الوجه أضيف تقريبا كوب من الرمان. شوفوا شلون صارت سلطة تخبل وكلش طيبة. أتمنى تجربوها لأن راح تحبوها، وشكرا مرة أخرى للمشاهدة، ونشوفكم فيديوهات قادمة.